شهادة للتاريخ من إمام عاشور وعلى قناة النادي الأهلي، إنه يطلع يتكلم الكلام ده على قناة النادي الأهلي، فده شيء يعني تحس أنت كمشجع إزاي بيقول كده. ولكن تماما التصريحات اللي قالها والاعتراف اللي قاله ده بينسف تماما فكرة الكباري وفكرة اصل الاهلي عمل والاهلي سوى والكلام اللي طلع من الاعلام الزملكاوي خلال فترة انتقال امام عاشور للنادي الاهلي. ايه اللي حصل وايه اللي جرى وايه هو التصريح وهو الاعتراف، يلا نعرفه مع بعض يا عزيزي في الفيديو ده. بس في البداية ما تنساش تعمل لايك وشير ويلا بينا نخش في المفيد. امام عاشور طلع النهارده مع الكابتن شوبير في حوار لطيف جميل معظمنا ممكن يكون شافه، ولكن اللاعب اتكلم في نقطة مهمة جدا. لما الكابتن شوبير سأله قال له انت ازاي جيت النادي الاهلي، وهات لي الحكاية من اول ما مشيت الزمالك وبعد كده رحت الدنمارك وبعد كده رجعت تاني. اللاعب اتكلم على المشوار من البداية ومشي ازاي والكلام ده كله اكيد كلنا عارفينه، والحوار الشهير مع رئيس نادي الزمالك السابق والكلام اللي حصل ده. ولكن الحتة بقى والتركاية ما بعد رجوعه من الدنمارك. اللاعب قال لك انا اول ما رجعت من الدنمارك رحت على نادي الزمالك على طول، قلت لهم يا جماعة بعد اذنكم انا مش عارف اتاقلم هناك، بعد اذنكم رجعوني، انا عايز ارجع اكمل مسيرتي داخل نادي الزمالك. وبالفعل اللاعب بدا يعمل الريكفري بتاعه، بدا يعمل التمرينات بتاعته خلال الفتره اللي كان موجود فيها في مصر داخل نادي الزمالك، ولمده شهر ونص وهو بيتحايل على المسؤولين داخل نادي الزمالك يا جماعه خلصوني، يا جماعه انا عايز ارجع تاني، يا جماعه شوفوا النادي عايز ايه والكلام ده كله وادفعوا له الفلوس. رد عليه مسؤول في الاداره الفنيه في نادي الزمالك واللاعب اعترف وقال لك انه موجود لحد دلوقتي، ما ذكرش اسمه ومش مهم اسمه ايه، ولكن رد عليه يقول له ايه بقى، يقول له طب ما تدفع انت الفلوس وتعالى لنا. يعني اللاعب هيروح يدفع 3 مليون دولار ويرجع لك ازاي؟ يعني هياخد ايه بعدين لما يدفع لك 3 مليون دولار؟ لكن امر غريب وعجيب. بعد كده لما تلاقي الدنيا مقفوله في نادي الزمالك طبعا جس نبض النادي الاهلي عن طريق الوكيل، وده طبيعي ان الوكيل بتاعه بيشوف شغله، قام رايح لامير توفيق وقال له امام عاشور موجود ومش عارف ايه رايكم فيه محتاجينه؟ قال له يا سلام ايه الحلو ده، اكيد محتاجينه. وطبعا لما تواصل امام عاشور مع امير توفيق مباشره، امير توفيق قال له يا امام وعد ان انت خلاص معانا ولا ايه؟ قال له خلاص يا كابتن انا قفلت صفحه الزمالك ومنتظر ردكم. وفعلا النادي الاهلي رد عليه تعالى يا ابني احنا هنخلصك، خاصه بعد رحيل حمدي فتحي. وفي الوقت ده النادي الاهلي تم الديل وخلاص، وامام عاشور جه وبقى لاعب في النادي الاهلي. هنا بقى هتطلع تقول لي يا عم بلال ما هو اللاعب زملكاوي من صغره ومش عارف ايه والكلام ده كله. انا ماليش دعوه، في عصر الاحتراف طول ما هو لابس فانيلتي وبيتعب من اجل النادي اللي هو فيه دوت اللي هو النادي الاهلي اللي انا بشجعه، خلاص يا باشا انت على راسي. واي لاعب ملوش الاحقيه او يعني ملوش الامان الكامل الا بعد اعتزاله. يعني بعد اعتزاله بقى ابدا اقرر اقول ده كان وافي ولا مش وافي. ليه؟ اتلسعنا كتير في الحوارات دي فما بنديش الامان للاعيبه كلها. بنشجعه، بنسانده، بنحترمه، بنقدره، بنعمل له كل حاجه، ولكن في حدود المعقول ما بنفخمش قوي. وبالفعل النادي الاهلي بيخلص امام وبيجي. وهنا بقى بيثبت لك حاجه مهمه جدا، اعلام الزمالك اللي فضل فتره طويله جدا ويمكن لوقتنا هذا بيتكلم ان الاهلي عمل كوبري مع النادي الدنماركي، ان الاهلي خد اللاعب ان هو صفره وبعد كده جابه وي والكلام ده كله. هل ده يعقل؟ اللاعب اهو داخل قناه الاهلي مع الكابتن احمد شوبير وبيعترف انه تحيل على اداره الزمالك، انه راح نادي الزمالك، انه كان بيتدرب في نادي الزمالك لما كان موجود في مصر. اللاعب اعترف تماما، فممكن كان يطلع يقول اي كلمتين حلوين يستعطف بيهم الجمهور ومحدش عارف حاجه، واي حد يطلع يشكك اكيد الجمهور الاهلي ما بيحب حد بيسانده، فده طبيعي. لكن اللاعب اعترف بالحقيقه، وهنا الكوبري اتنسف تماما. واي اعلامي اي حد اتكلم عن قصه ان الاهلي عامل كوبري فهو دلوقتي بقى زلط ملط، يعني ان انت خلاص بقيت ابيض يا ورد والموضوع اتكشف على الاخر. وده بيكون اعتراف للتاريخ، انا بسميه كده عشان محدش بعد كده يطلع يقول اصل الاهلي بيعمل كباري ب 3 مليون دولار. يا جدع في ايه؟ مش كده ولا ايه يا عزيزي؟ ما تنساش تقول لي رايك في التعليقات، تعمل لايك وشير الفيديو لو مش تابعنا. دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.